اخبار مية مية في الكرة المصرية فضلا وليس امرا، نامني باللايك وبالمتابعة. يلا بينا. بعد الستوري اللي نزله قفشه يا صديقي على الانستجرام، جماهير النادي الاهلي كلها بتطالب برحيله، وادارة النادي الاهلي ومارسيل كولر اعلنوا العقوبة رسميا على قفشه النهارده. والمستشار مرتضى منصور بيمدح في قفشه وبيقول لك قفشه راجل محترم وقفشه راجل كويس وشاط ضربة الجزاء والعدل بان. كده قفشه بيكتب نهايته مع جماهير النادي الاهلي يا صديقي اللي ما بتسامحش حد بسهولة. كارلوس كروش مدرب منتخب مصر السابق يا صديقي مسك استاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري اروقه في قطر وهم بيحضروا نهائي كاس العالم، وقال له انتوا ما بتلتزموش بكلمتكم وما بتحترموش كلمتكم، واللي هو مشهور وعدني كذا مره انه يجيب لي مستحقاتي وما جابهاش، وانا كده هلجأ للفيفا. والحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات بيقول لك استحاله نخلص الدوري في 30/6 زي ما قلنا بعد تاكيد مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. محمد عبد المنعم خد كدمه في ركبته يا صديقي، وطبيب الاهلي طلع واكد ان الكدمه خفيفه ومحمد عبد المنعم هيقدر يتعافى منها بسهوله. وبالنسبه لاليو ديانج